واخيرا الفيديو اللي انتوا طلبتوه مني بقالكم كتير قوي، وهو ادوات الجورنال الجزء السادس. النهارده هنعمل ادوات الجورنال كيوت قوي وحلوه قوي، فلو انتوا مهتمين بالمحتوى ده ما تنسوش تروحوا تشوفوا باقي فيديوهات الجورنال اللي عملتها قبل كده على قناتي، وكملوا الفيديو للاخر عشان تشوفوا شكل الادوات في الاخر، واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. كمان لو انتوا حبيتوا محتوى قناتي اعملوا سبسكرايب. وبس يلا بينا نبدا الفيديو. اول فكره هنعمل دفتر ورق ملون باشكال مختلفه نستخدمه في الجورنال. شفت الفيديو ده والهمني بالفكره دي، فيلا بينا نعمله. هستخدم ورق ابيض من دفتر الرسم بتاعي وزنه 150 جرام. ممكن تستخدموا ورق ابيض بتاع كراسه الرسم العاديه اللي هو الخفيف شويه. هاخد ورقه واحده كبيره من السكتش بتاعي، وهبدا اني اخد القلم الرصاص والمسطره عشان احدد حجم الكروت والورق بتاع الدفتر. حددت الحجم 10 في 7 سم. انتوا ممكن تزودوا حجم الورق زي ما انتوا عايزين. كملت الورقه كلها وهبدا اني اقص الورق والكروت دي زي ما تلاحظوا. سبت مسافه 1 سم فوق الورقه عشان ده المكان اللي هنبدا نجمع فيه الورق ببعضه. هنبدا ان احنا نلون الكروت دلوقتي. هجيب اي حاجه اسند عليها. كنت هستخدم الالوان دي بس قلت هستخدم الوان الميه العاديه احسن عشان درجاتها حلوه في نفس الوقت تسهل عليا اكتر. فتحت بنترست وكتبت كيوت بيبرز فور جورنالينج عشان يطلع لي اشكال مختلفه للورق بتاع الجورنال. الشكل ده عجبني جدا وهو عباره عن خطوط بالطول وبالعرض باللون البينك الفاتح. فبدات اني اعمل الخطوط دي، ومش لازم يكون شكلها متساوي، عملتها بشكل عشوائي. الطريقه العشوائيه بيكون شكلها حلو برده في الجورنال. خلصت الكارت الاول هبدا اني اشتغل في الكارت الثاني. الشكل ده برده عجبني جدا، عباره عن ورود صغيره بالوان مختلفه. فبدات اني ارسم الورود دي بالالوان اللي انا عايزاها. ممكن تستخدموا اي نوع الوان انتوا عايزينه، الوان ميه، الوان خشبيه، والوان ماركر، اي نوع. بدات اني اعمل اعواد الورق باستخدام اللون الماركر اللون الاخضر، وعملت شويه تاثيرات باللون الاصفر، وده شكل الكارت في الاخر. هبدا اني اعمل الكارت الثالث. الفكره دي حلوه جدا لانه متاح لكم تعملوا اي اشكال واي رسومات انتوا عايزينها. يعني مثلا الكارت ده عملت فيه قلوب حمراء صغيره، الكارت التاني عملت فيه خطوط بالطول وبالعرض بالوان مختلفه. فانتوا فننوا بقى وابدعوا في هذه الحاله. زي ما قلت لكم في اشكال كتيره قوي على بنترست ممكن تعملوا زيها. دول باقي الكروت اللي اتبقوا معايا، فهبدا اني برضو الونهم بالوان مختلفه وباشكال مختلفه على حسب الاشكال اللي انا عايزاها. واخر كارت حبيت انه يكون شكله فينتج شويه، وده شكل الكروت في الاخر بعد ما خلصتهم ولونتهم. بجد شكلهم عجبني جدا وحسيت شكلهم كيوت قوي. هبدا دلوقتي اني اربطهم ببعض. هبدا اني اخرمهم بالخرامه. لو مش متوفر خرامه ممكن تخرمهم بمقص عادي. هجيب حلقتين من الحلقات الكبيره دي اللي بتتفتح بسهوله عشان لو هضيف مثلا كروت زياده للدفتر ده هضيفها بسهوله. لو مش متوفر الحلقات دي ممكن تربطوا الورق ببعضه بشريط ستان او بخيط كروشيه. وده شكل الدفتر في الاخر. شكله كيوت قوي وحلو قوي وفي الوان مختلفه. لو مثلا هنعمل جورنال بلون معين مثلا لون اخضر هنلاقي فيه ورق بلون اخضر. والحلو في كده ان احنا اللي عاملين الدفتر الصغير ده. فمثلا لو هنبدا نعمل جورنال ممكن نقطع مثلا من ورقه معينه عشان نخلي شكلها فينتج اكتر، او ممكن احنا نستخدم الورقه كلها من طريق ان احنا نقصها. وهستخدم الصمغ العادي عشان نبدا ان احنا نلزق الورق ده. وبجد شكله حلو قوي في الاخر وعجبني جدا. للفكره اللي بعد كده هنعمل ستيكرز حروف بالانجلش عشان نستخدمها في الجورنال. هستخدم ورق ابيض من السكتش الرسم العادي. لو عايزين تستخدموا ورق تقيل شويه عادي براحتكم. هجيب اي حاجه دائريه. انا استخدمت غطا الصمغ اللي كان معايا، وبدات اني احدد حوالين الغطا بالقلم الرصاص. عملت 26 دايره بعدد حروف الانجليزي عشان بس اديكم مثال. انتوا لو عايزين تعملوا الحرف الواحد اكتر من مره، يعني اكتر من ستيكر، ممكن تكرروا عادي. انا بس بديكم مثال حاليا. بدات اني الون الدوائر بالوان مختلفه، اللون الاصفر، اللون البينك، اللون الازرق، اي الوان انتوا عايزينها واي نوع الوان متوفر عندكم، الوان مائيه او الوان خشبيه عادي جدا. لو مش عايزين مثلا تعملوا الحروف على شكل دوائر، مثلا عايزين تعملوا على شكل مربعات عادي جدا، ممكن تعملوا مربعات صغيره، اي اشكال انتوا عايزينها. وده شكل الدوائر بعد ما لونتهم. هبدا اني استخدم الوان الماركرز عشان هبدا اني اكتب الحروف جوه الدوائر دي بالوان الماركرز. مثلا الدوائر اللي باللون الاصفر بدات اني اكتب الحروف جواها باللون الاورنج، والبينك باللون النبيتي، وهكذا. هبدا اني احدد الحروف بقلم الحبر الاسود عشان يكون شكلها اوضح اكتر. وبعد ما خلصت كل الحروف هبدا اني اخد اللزق الشفاف او اللزق السولوتيب، وهبدا اني اغلف الحروف دي كلها عشان اضيف لها لمعه، وفي نفس الوقت احميها من انها مثلا تتخدش او تتقطع بسهوله. وده شكل ستيكرز الحروف بعد ما غلفتهم باللزق الشفاف. هبدا اني اقصهم وبس كده. ده شكل الحروف بعد ما قصيتهم. ممكن انكم تحطوها في اي علبه صغيره موجوده عندكم عشان مثلا ما يضيعوش، او ممكن تخلوها في الورقه ذات نفسها، ولما تيجوا مثلا تحتاجوا الحرف تقصوا الحرف ده ذات نفسه. هبدا اني الزق الحروف دي يا اما بالصمغ او باللزق الدبل فيس. انا استخدمت هنا لزق الدبل فيس وشكلهم بيكون عامل كده اثناء الاستخدام. بجد شكلهم حلو قوي وعجبني جدا. ممكن تفننوا بقى في الموضوع ده ذات نفسه. فكره كمان لو عندكم مثلا اي ورقه بتلمع كانت موجوده في علبه شوكولاته او اي ورق مقوى عليه الاشكال، ممكن تعملوها بشكل دوائر وتلزقوها كستيكرز. اخر فكره عندنا وهي فكره الفيونكات في الجورنال. بجد شكلها حلو قوي. هنجيب اي شريط ستان باي لون احنا عايزينه موجود عندنا، وهنبدا ان احنا نربطه على شكل فيونكه، وهنبدا نلزق الفيونكات دي في اي جورنال موجود عندنا باللزق الدبل فيس. انا هنا لزقته على الرسمه دي، وبجد شكله كان كيوت قوي في الاخر وعجبني جدا، وفكره حلوه ومختلفه. وبس ده شكل كل الادوات الجورنال اللي احنا عملناها مع بعض. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم
وما تنسوش تعملوا لايك وبس. بحبكم جدا واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.